تخيل معايا كده تبقى ماشي في الشارع لوحدك، ليل طويل والناس نايمة والدنيا كلها ساكتة، بس جواك دوشة مش بتسكت. وفجأة تقابل حد يخليك تحس إنك مش لوحدك، حد تفتكر إنك ممكن تعيش عشانه. أهلا بيك في رواية الليالي البيضاء، رواية عن الحلم والوحدة والحب اللي جه متأخر. البطل شاب بسيط وحيد عايش في خياله أكتر ما هو عايش في الواقع. بيقعد يمشي في الشوارع، يتكلم مع نفسه ويحلم إن في حب، في دفء، في حد يفهمه. وفي يوم يقابلها نستنكا، بنت طيبة حالمة زيه، بس هي كمان موجوعة مستنية حد ما بيرجعش. وهنا تبدأ الحكاية. 4 ليالي بس هما كل اللي خدناهم مع البطل والبنت. 4 ليالي من الحكي، من الأحلام، من الضحك اللي طالع من قلب وجع. تحس إن الدنيا أخيرا ابتسمت، وإنه أخيرا لقى اللي كان بيدور عليه. بس الصبح دايما بيكشف الحقيقة. الرواية دي مش بس عن قصة حب، دي عن الوحدة، عن ناس كتير عايشة وسط الزحمة بس حاسة بالفراغ، عن الأحلام اللي بنبنيها في دماغنا والواقع اللي بيهدها، عن التعلق والخيبة، وإنك تلاقي حاجة تنور قلبك بس تكتشف إنها مش ليك. دوستويفسكي بيهمسلك من بين السطور أوقات الحلم بيبقى أجمل من الحقيقة، بس كمان الحقيقة ساعات بتسيبك مكسور أكتر من الحلم. هتخلص الرواية وتفضل ساكت، هتفتكر نفسك وتفتكر حد كنت بتحبه وتسأل هل كنت بحب الشخص ولا بحب الحلم اللي كنت شايفه فيه. لو ما قريتهاش اقراها، بس خليك عارف الرواية دي مش هتفرحك، هي هتوجعك. بس الوجع ده نضيف، هيفكرك إنك لسه بني آدم ولسه بتحس. قولي بقى، لو كان فيك شبه من بطل الرواية، كنت هتستنى 4 ليالي ولا كنت هتمشي قبل ما الحلم يصحى؟ قلنا المرة الجاية تحب نتكلم عن إيه؟